يا مساء الفل عليكم، أهلا بيكم مرة تانية في انجلش كوميونيتي مع مستر عبد الفتاح علام. قبل ما أبدأ إن شاء الله خليني أقول لك كده موقف سريع الأول. صديقك دلوقتي جاي بيشتكي لك وبيقول لك والله أنا كنت لازم أذاكر، أو بيقول لك أنا غلطت وما سمعتش مثلا نصيحة. أنت ساعتها بتعمل إيه؟ هل مثلا بترد عليه بس، أو بتديله النصيحة، ولا بتلومه، ولا بتعبر له عن الندم؟ ده بقى بالضبط درسنا النهارده إن شاء الله. موديل فيربس أوف أدفايس بليم أند ريجريت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الافعال المساعده اللي بنستخدمها عشان ندي نصيحه ادفايس، او نلوم حد او نفسنا بليم، او نعبر عن الندم ده ريجريت. وبدل ما نتكلم بشكل عادي مثلا بنستخدم تعبيرات قويه في الانجليزي زي should ونفيها shouldn't. عندنا must have ونفيها can't have، should have ونفيها shouldn't have. دي حاجات مهمه جدا في اللغه الانجليزيه بتخليك تعبر عن مشاعرك وتفكيرك بطريقه احترافيه جدا. في الدرس ده ان شاء الله نتعلم ازاي ندي نصيحه صح، ازاي نعبر عن لوم على حاجة حصلت، وازاي نقول كنت لازم اعمل كذا او ما كنتش لازم اعمل كذا. فيلا بينا كده نبدأ ونفهمها خطوة بخطوة. ومع اول حاجة كده عندنا شود زائد المصدر. شود زائد المصدر ونفيها شود انت زائد المصدر، ده في المضارع يعني في الحاضر عندنا. وعايز ادي لحد نصيحة في الحاضر يبقى شود زائد المصدر، ونفيها شود انت زائد المصدر. والبديل عندنا كلمة اوت. كلمة شود بتساوي اوت، ولكن شود بيجي بعدها المصدر على طول، انما اوت لازم يجي بعدها تو والمصدر. تمام. طب لو في الماضي، الماضي هتبقى should ونفيها shouldn't have زائد البي بي. التصريف الثالث الباست participle، قلنا should او shouldn't have بي بي، او ought to او ought not to. تمام. have زائد البي بي، بس المره دي مش هتبقى نصيحه زي المضارع مثلا، لا المره دي هتبقى حديث عن الندم في الماضي، او بنوجه اللوم على حد، او بنعمل توقع كان المفروض يحصل، او بنقول ان حاجه في الماضي حصلت بس للاسف ما كانتش فكره كويسه. تمام. ممكن برضو نعبر في بعض الطرق كده نعبر بيها برضو، زي مثلا I wish I had بنحط بعدها التصريف الثالث، I regret بيجي بعدها ing، I should have بيجي بعدها البي بي، أو if في الحالة الثالثة زي ما قلنا if ماضي تام والجملة الثانية would have زائد البي بي. دي كلها بتعبر عن الندم. يبقى احنا كده أول حاجة أخدناها إن احنا عندنا should زائد المصدر في المضارع، ونفيها should انت زائد المصدر في المضارع، ودي ساعتها نصيحة. انما should have زائد البي بي ونفيها shouldn't have زائد البي بي، ساعتها يبقى الحديث عن الندم في الماضي او توجيه اللوم والعتاب. ودي بعض التعبيرات اللي ممكن بديلها لكلمة should have زائد البي بي. طيب كده احنا ايه خدنا؟ اللي هو النصيحة والعتاب والندم. تاني حاجة بقى انا عايز اقول كنت قادر على فعل الشيء، اعملها ازاي؟ قال هناك مادام كان في عندنا should ونفيها shouldn't، تعالى بقى نشوف قادر على فعل الشيء في المضارع بتبقى كان او able to. كان او able to الاتنين برضو معنى واحد زي should و ought كده. انما هنا عندنا كان بيجي بعديها الفعل في المصدر على طول، و able to لازم يجي قبليها am او is او are اللي احنا سميناها كده verb to be. يبقى انا مثلا ممكن اقول I can play، I can play على طول. انما هنا لازم اقول I am able to play. تمام. يبقى انا كده عندي كان يستطيع و able to يستطيع. الفرق ما بينهم كان بيجي فاعل كان زائد المصدر، انما هنا فاعل verb to be am او is او are، able to زائد المصدر. ولو في المستقبل ممكن نستخدم كان عادي جدا، و able to تبقى اسمها will be able to زائد المصدر. خلاص. طيب ده كده كان في المضارع. طب لو قادر على في الماضي، قال لنا ممكن نستخدم كلمة كود. كود زائد المصدر برضو. وبدل كود في عندنا was أو were able to، زي هناك قلنا أما was أو are able to في المضارع، هتبقى هنا was أو were able to زائد المصدر. ممكن نستخدم manage to أو succeed in زائد المصدر. تمام. طيب تمام. يبقى انا كده عرفت ايه حاجتين. عندنا اول حاجه should زائد المصدر ونفيها shouldn't زائد المصدر في المضارع، وفي الماضي should have زائد البي بي ونفيها shouldn't have زائد البي بي. وعندنا قادر على كان زائد المصدر، او able to زائد المصدر، والماضي بتبقى could زائد المصدر. طيب لو انا بقى يا مستر دلوقتي عايز اعبر عن حدث كان بالفعل في الماضي ولكن للاسف ما حصلش، استخدم ايه؟ فاكرين ساعة ما قلنا should have زائد البي بي بتعبر عن العتاب والندم على حاجة المفروض حصلت وللأسف ما عملناهاش بالشكل التام. نفس الكلام برضو هنا ممكن نستخدم could أو couldn't have زائد البي بي. زي مثلا I could have come to the party but I wasn't interested. والله كنت أتمنى إن أنا آجي الحفلة دي بس للأسف ما كانتش أحسن حاجة، أو ما كنتش مستمتع، أو ما كنتش مهتم بيها من الآخر. تمام. طيب عندنا في حاجة تانية برضو اسمها may أو might زائد المصدر،
والماضي بتاعها may أو might have زائد البي بي. may أو might زائد المصدر في المضارع باحتمالية حدوث شيء في المضارع أو المستقبل. تمام، ممكن حاجة لسه يعني ممكن بنستنتج إنها تحصل في المستقبل أو بتحصل دلوقتي. إنما لو في الماضي فساعتها نستخدم may أو might have زائد التصريف الثالث، ودي لما يكون احتمالية حدوث شيء في الماضي واستنتاج محتمل في الماضي، بما إن إيه هنستخدم may أو might بمعنى ربما. في عندنا كمان must ونفيها mustn't، وزي ما قلنا إن must ملهاش ماضي، فده معناها إنها must أو mustn't زائد المصدر هتبقى في المضارع بس، ويأتي الفعل بعدها فين؟ في المصدر. البدائل بتاع must عندنا مثلا زي كلمة it necessary، it a necessity، it's a must، it's obligatory، it's legal to. كل ده بيجي بعديه to زائد المصدر. إنما عندنا mustn't بيبقى البديل بتاعها it's not allowed، it's forbidden، it's prohibited، it's banned، it's illegal. ده برضو كله to زائد المصدر. ناخد بالنا إن البدايل بيجي بعديها to زائد المصدر، إنما must أو mustn't بيجي بعدها المصدر على طول. تمام؟ لما نيجي نراجع سريعا كده، لان انا عارف ان الدرس ده فيه اكتر من معلومه، ناخد اول حاجه should و shouldn't في المضارع، should have زائد البي بي او shouldn't have زائد البي بي في الماضي، وعندنا كان زائد المصدر في المضارع، وcould زائد المصدر في الماضي. ولو بنستخدمها على حاجه المفروض قد تحصل وما حصلتش فبنستخدم could have زائد البي بي. وبعد كده دخلنا على حاجه تانية وقلنا عندنا may او might زائد المصدر في المضارع، وفي الماضي تبقى may أو might have زائد البي بي. وماست وماسنت وعرفنا البدائل بتاعتها في المضارع. في معانا كمان حاجة تانية اسمها has أو have to زائد المصدر، ودي بنستخدمها للتعبير عن إلزام مفروض علينا مش بمزاجنا، حاجة خلاص يعني أنا قلتها فلازم تحصل. we have to go to school on time، يجب علينا إن احنا نروح المدرسة في الوقت المحدد، فبالتالي ده مفيهوش كلام لازم يحصل الشكل ده. وعندنا كلمة need to زائد المصدر، دي بتأتي بمعنى أكثر أدبا واحتراما، إن أنا مش محتاج اللي هو حاجة مش محتاجة إيه وجوب، أو ممكن نسميها إن إحنا بنستخدمها لحد أكبر منا سنا أو حاجة ما ينفعش إن إحنا نفرض عليه حاجة معينة. طيب بالنسبة ل has to have to الماضي بتاعهم مين؟ الماضي بتاعهم had to، والنفي بتاعهم didn't have to زائد المصدر. تمام؟ طيب عندنا بقى ناخد بالنا شوية من بعض الملاحظات كده، زي مثلا الفرق بين كلمة must و must. ايه الفرق بين الماست وفي واحدة تانية must؟ must بيجي بعدها الفعل في المصدر، ودي فعل ناقص بمعنى يجب، ويأتي بعده المصدر على طول زي ما اتفقنا. انما كلمة a must بمعنى ضرورة، تمام، زي مثلا كلمة necessary او necessity. طيب ايه الفرق بين كلمة اصلا necessary و necessity؟ كلمة necessary to بيجي يبقى اول حاجة صفة بمعنى ضروري، تمام، وانما a necessity to دي بمعنى الضرورة نفسها. بمعنى صح ممكن نقول ان ده الصفة، تمام، ومحتاجة موصوف، انما هنا الاسم بمعنى الضرورة نفسها فمش محتاجة موصوف. عندنا برضو didn't have to بتعبر عن ان الشيء كان ضروري ولم يتم فعله، خلاص ده في الماضي. didn't have زائد البي بي بتعبر عن شيء كان غير ضروري وتم فعله، تمام. يعني احنا لو نلاحظ كده اصلا هنلاقي have زائد البي بي حاجة لها علاقة بالماضي وبتدل شوية عن الندم والعتاب اللي حصل. ما بنستخدمش to بعد كلمة didn't ويأتي بعدها المصدر بدون to، يعني مثلا we didn't go to the club. كلمة didn't هنا تمام حطينا بعدها المصدر على طول to the club للنادي. طيب بنستخدم التركيب ده اللي هو be to بمعنى يجب للتعبير عن الضرورة، فممكن نقول am أو is أو are to زائد المصدر بمعنى الضرورة أو التعبير عن الضرورة. سلمى is to admit that she didn't know. أو كلمة a must ممكن تأتي بمعنى ضرورة وليست فعل، زي مثلا هنقول هنا مثلا getting a driving license is a must to drive a car. تمام، انك تبقى معاك الرخصة بتاع السيارة دي ضرورة جدا عشان تسوق اي سيارة او تقودها. تمام.